رقم 3، ركزوا معايا بقى في النقطة دي قوي علشان هي دي أهم نقطة في الفيديو. ربنا سبحانه وتعالى خلق الأسنان والضروس كلها مرصوصة جنب بعضها ساندة بعض، زي بالظبط الكتب اللي مرصوصة كده في المكتبة. لو شلت كتاب منهم بتبص تلاقي بقية الكتب بتقع تعوض المكان اللي فضي ده. كل درس في الفم ساند على 3 دروس، طبعا سنة برضو ساند على 3 أسنان، ساند على درس قبله وساند على درس بعده وساند على درس قصاده في الفك المقابل، سواء كان فوق او تحت في الفك المقابل. لما بقى حضرتك بتخلع الدرس ده اصبح المكان بتاعه فاضي، وبالتالي الدروس اللي قبل واللي بعد عايزين يسندوا زي ما كانوا ساندين، فبالتالي يبداوا يميلوا في المكان الفاضي. بيميلوا في المكان الفاضي سعيا منهم انهم يلاقوا حاجه يسندوا عليها. الدرس بقى المقابل يقوم قايل لك ايه في ايه، انت هتسيبني كده ولا ايه؟ هو انا شفاف؟ انت هتسيبني كده من غير مسند؟ ده انا مهاجر وسايب لكم كل